عندك فكرة يا كابتن مجدي عن الموضوع بتاع بطاقة ميدو وإيه اللي بيحصل فيها؟ بطاقة ميدو مشكلة من نادي الزمالك، مشكلة مش اتحاد الكرة اطلاقا. امم نادي الزمالك، وعلى فكرة لازم الاول عايزين نثقف الناس، يعني امم دلوقتي ما يحدث في البطاقات الدولية مختلف تماما عن زمان. أيوه. زمان كان بيبعتوا بالفاكس، وبعد كده ممكن يبعتوا بطاقة متصورة ويزوروها ويبعتوها بالفاكس ما تبانش، وبعد كده كان الاتحاد يطلب انها تتبعت له الاصل بالدي اتش ال عشان يتاكد انها بطاقه سليمه. الكلام ده كله اتلغى، اصبح دلوقتي من خلال الانترنت النادي يخاطب النادي، والاتحاد الدولي هو مراقب والاتحاد المصري مراقب، الاثنين مراقبين ما لهمش اي دور. يعني الاتحاد الدولي له الدور الاكبر، الاتحاد المصري مراقب. الاتحاد المصري بيدي باسورد للانديه، لان احنا بما اننا دخلنا في الترانسفير ماتشنج سيستم اللي هو نظام التي ام اس اللي عامله الاتحاد الدولي، فاصبح كل نادي في مصر بما فيه الدرجه الثالثه خد بالك له باسورد. من خلال الباسورد بيخش على الكمبيوتر، يفتح الموقع هو اللي يفتحه النادي، ويبتدي يدخل بيانات اللاعب اللي هو اللي موجوده عنده والعقود، ويبتدي يطلب البطاقه الدوليه للاعب. أيوه. المفروض ان هو بيعمل ماتشنج مع النادي الاخر. يعني ميدو جاي من ميدلسبرا، المفروض ان بيعمل ماتشنج نادي الزمالك مع ميدلسبرا، وبعدين الماتشنج ده بيتوافق، التاني بيقول اوكي، ونادي الزمالك بيبعت الاوكي يروح للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي هو اللي بينقح الورق، هل هو سليم ولا مش سليم، وفي النهايه احنا كاتحاد مصري نستقبل النتيجه. ايوه. الورق اللي اتبعت الاتحاد الدولي بعت لنا النتيجه ان الورق ده مش مطابق، والورق دوت بعد ما فحصوه لقوا انه ناقص بيانات. ايه البيانات اللي ناقصه؟ ناقص عقد اللاعب. ايوه. بين النادي وبين نادي الزمالك، بين نادي الزمالك وبين اللاعب. ما بعتوش العقد، بعتوا عقد الاعاره فقط لا غير. يعني عقد الاعاره ما فيهوش القيمه اللي هياخدها ميدو الشهريه، ولا الاتفاق اللي هياخدوه شهري، ولا كل شهرين، ولا كل اسبوع. فالعقد المفروض اللي موقع، المفروض انه يبقى في عقد اعاره بين 3 اطراف، بين النادي الاهلي وبين نادي الزمالك وميدلسبرا وبين الزمالك. بين الزمالك وبين ميدلسبرا وبين اللاعب. ايوه. المفروض ان ده عقد ثلاثي، ده عقد اعاره ملوش دعوه بالعقد اللي بين نادي الزمالك وبين اللاعب. المفروض الاثنين يتحطوا على السيستم. وده ما حصلش. فما اتحطش على السيستم، بعت الاتحاد الدولي رفض البطاقه. طب ليها حل الحكايه دي؟ والله احنا بعتنا قلنا ان يعني طبعا لازم نساعد نادي الزمالك، بس هو احنا عملنا النهارده جواب، ان انا متابع الموضوع. عملنا جواب للاتحاد الدولي نقول له ان نادي الزمالك طلب بالبطاقه في التوقيت السليم، يعني مش قبل، لان احنا فتحنا القيد لمده 5 ايام لصالح الانديه المصريه اللي عايزه لعيبه من بره. ايوه. او هتبعت لعيبه بره، يعني انت واخد بالك. بعتنا للاتحاد الدولي جواب ما معناه ان يعني احنا نادي الزمالك طلب البطاقه، احنا مستعدين نبعت لك العقد اللي بين نادي الزمالك وبين اللي هو معترض عليه الاتحاد الدولي ما جالوش، يعني اللي هو بين الزمالك وميدو. محاوله العقد اللي بين الزمالك وبين اللاعب. وبين ميدو. ما اتبعتش، عشان بس الناس بتطلع ويطلع حد يقول لك ده اتحاد الكوره، ويطلع بقى ولا اتحاد الكوره له دور اصلا في الموضوع. طب يعني اتحاد الكوره ما بتبقاش العمليه بس البانه، وكل واحد عايز يهاجم اتحاد الكوره ويهاجم لجنه شؤون اللاعبين، وهو اصلا ما حدش فاهم حاجه للاسف الشديد. يعني منتظر يجي رد الفيفا امتى على الجواب او على؟ والله احنا مستنيين النهارده لحد هيوصل لهم، بكره يفتحوا المكتب يلاقوه على مكتبهم. المفروض انهم يردوا باسرع وقت ممكن، يعني بكره بعده، يعني ممكن يردوا في نفس اليوم، وممكن يردوا بعدها بيوم، وممكن يعني طبقا لما يرول فيه للظروف. يعني كابتن مجدي عبد الغني، مرة تانية مبروك فوز مصر على ليسوتو في المباراة الافتتاحية النهاردة، وبالتوفيق إن شاء الله. ونشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا على جولة في راديو. شكرا جزيلا. شكرا.